في الفيديو ده هنطور التشكيلة يا صاحبي وهنجربها ونفتح شوية باكات مع بعض وهنعمل حاجات تاني جامدة كتير، فيلا بينا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده انزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان النهاردة جايين نخرب اللعبة. تعالى كده نخش على التشكيلة يا صاحبي. طبعا احنا جبنا فورلان وغيرنا التشكيلة، بقينا بنلعب 4-1-2-1-2. لما نيجي كده يا صاحبي نبص على فورلان هنلاقيه 5-4-4 مهارة، ايقاع 86، تسديد 90. خش لي كده على الخصائص هنلاقي سرعة وتسارع كويسين بالنسبة لمهاجم، تسديد وانهاء ممتاز، تسديد بعيد طبعا جبار، تمركز 89، كرات هوائية، ركلات ترجيح. بص يا صاحبي فورلان جامد جدا. لما نخش كده على الخصائص طبعا مطلوب يا جدعان. غيرنا التشكيلة طبعا خالص، جبنا ريكاردو كاكا البرازيلي طبعا الأسطورة، 5-4 إيقاع 84، 5 مهارة. طبعا ده كاكا يا جدعان. تسديد 82، تمريرات طبعا عالية ومراوغة عالية. فغيرنا تشكيلة يا صاحبي، قول لنا رأيك في الكومنتات. 4-1-2-1-2. جبنا فورلان وكاكا، حطيت راؤول طبعا على الدكة لأن أنا بحب فورلان الصراحة. فطبعا يا جدعان شفنا تاكات فورلان، شفنا تاكات كاكا، عايزين نجربهم. طبعا رياض محرز وندفيد ال MRM. كاكا جديد طبعا يا جدعان، ودي الدكة بتاعتنا موكوكو جريليش راؤول. فيلا بينا على طول يا باشا، عايزين نشوف التشكيلة هتقول ايه معانا. نصلي بينا على النبي كده يا صاحبي، صلي على النبي كده وانزل حط لايك واشترك في القناه يا جدعان. طبعا احنا هنخش نجرب التشكيله دلوقتي. خش لي يا باشا على وجه الوجه، ويا ويا اللي هيجي ضد فورلان وكاكا. خش يا صاحبي على طول بسم الله. شوف طبعا يا جدعان الخصم اللي هيجي لنا مين. يا الله، مين سعاد الحظ اللي هنجرب فيه فورلان وريكاردو كاكا؟ هو الاستاذ عبده. عم عبده طبعا احنا اقوى منه بس طاقات قريبه قوي، دفاعنا نفس الطاقه، خط الوسط نفس الطاقات، احنا زياده في الهجوم بواحد، يعني ماتش تنافسي مفيش فرق بيننا كتير يا جدعان. طبعا دي تشكيلتنا المتواضعه، فورلان كاكا ان شاء الله يخرب الدنيا. تشكيلة الخصم هالاند، نيمار، العويران، سقراط. يلا بينا على طول بداية المباراة بسم الله. الكرة معانا يا جدعان الدون رونالدو. يلا هلا بنز، هلا بنز طبعا يا جدعان. تمشي الكرة كاكا، أول لمسات كاكا. يلا سكرينيار. طبعا يا جدعان يعني احنا كنا بنلعب تشكيلة 4-4-2. فأنت لما تكون بتلعب بتشكيلة وتغير لتشكيلة تانية يا صاحبي فهتحس الدنيا مش ماشية معاك قوي، لسه ما خدتش على التشكيلة. فاحنا طبعا يا جدعان يعني لا يلعب فورلان، اي فورلان عايز يثبت نفسه طبعا يا جدعان من البداية. اضغط هلا ندفت حلو يا جدعان. الكرة معانا يا جدعان، يلا بينا على طول. العب يا رياض، لرياض لرونالدو، الدون كريستيانو، الاستاذ فورلان عم الناس يا فورلان. اوبا با 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 دييجو فورلان عبر عن نفسه. فورلان يا جدعان يا ولد على اللفه يا جدعان، شفت اللفه؟ سوح المدافع ومطع الحارس على طول. ودى يا باشا. هتشترك في القناه وتفعل الجرس امتى يا صاحبي؟ واللايك الجميل بتاعك، محتاجين دعمكم يا جدعان عشان نستمر. طبعا الخصم مش عارف يعمل ايه فورلان يا جدعان. الكرة مع الخصم طبعا على الطرف، هيجري ويرفع بان عليها. هو اي حد، هو مفيش غير عرضيات طبعا يا جدعان، يعني ملقيش حل. مفيش لعب على الارض. اقعد يا عم، ده خافير زانيت، ده قلب الاسد. عاش يالا زانيت، يالا جامد زانيت يا جدعان. يلا رونالدو، مرتده كاكا، فورلان يا ولد فورلان، قطعها الخصم لكن جبناها تاني. يلا يا كاكا، كاكا لمين؟ رياض، رياض محرز لفورلان، ندفيد بافيل ندفيد. يا ندفيد، يا ندفيد، يا ندفيد، وين ندفيد؟ وين ندفيد؟ يا ندفيد ما مشيتش معاه الكورة يا جدعان. طبعا الكورة تغلب الشجاعة، اتكتروا عليها طبعا يا جدعان. خد يا عم، راح فين؟ الكرة مع الخصم طبعا، هجمة مرتدة. امسك امسك حوش يا ابن اللعيبة. سكرينيار يا دولي، لعيبة يا جدعان رجولة. هو وكانافارو وزانيت والواد بنز. يلا يا زانيت، عرضيات يا جدعان، يا جدعان عرضيات. ماشي يا بتاع العرضيات.
ده فاول يا جدعان. طب انا عايز افهم فاول ليه؟ هيلعبها ازاي؟ يا عم انت هتهزر. يلا يا عم مندي، مرتده مندي. يلا يا مندي. كانافارو. كانافارو للواد جالن. خافي جالن طبعا يا جدعان، كنا جبناه الفيديو اللي فات، ولكن الاصدقاء اللي جم معاه ما كملوش، لان احنا كاكا فورلان ما يتعوضوش صراحه. لعبه جامده جدا، بالذات فورلان اللي اثبت نفسه. لسه كاكا ما اثبتش نفسه، ولا انه معروف انه جامد كاكا يا جدعان. يلا يا ندفد. الكرة مع الخصم قطعناها على طول، لكن فاول. الحكم طبعا امين عمر مش مقتنع، باين عليه. امشي يا فورلان. قفل عليه كده يا باشا. شوف الخصم لعبها ازاي. لعبها عالية في المنطقة وشو خلطبتها بالصلصة. ما تيجي يا جدعان طبعا يلعبها عند نقطة الستة كده يا جدعان في المنطقة وشو، وما تيجي معهم يا جدعان والله. يلا خافي جالن. غير الملعب طبعا على طول لزانيتي. زانيتي في النص الامبنز يا ولد على التيكي تاكا. رياض محرز. يلا يا رياض. قطعها الخصم. قطع الكرة الخصم على طول يا جدعان. عايز يبني هجمة على الطرف، عايز يروح يرفع. يد الطرف اللي هناك ويرفع، لكن هذا سكرينيار يا صاحبي. ولكن ادانا له الكرة تاني طبعا لما نقول له خدها الجون. اوعى الشوت باور يا ولد. يا مين اللي قطع الكرة ده يا جدعان؟ اكتبونا في الكومنتات طبعا. الاستاذ كاكا يا ولد يا كاكا، ما جاتش معاه كاكا يا جدعان. اوعى الشوت باور يا ولد. دفاع يا جدعان. صلب 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 رجولة. يلا الدون. لكن لسه رياض محرز. فاول مين يا حكم؟ ما احنا عايزين نفهم. طيب فاول ازاي دي؟ لكن ماشي طبعا، عملنا تغيير يا جدعان. العب يا عم، خد فاول وخلاص. يلا الكرة مع الخصم. اقطع يا عم الكرة يا عم، اقطع يا عم الكرة، مفيش حاجة. العب. يلا يا كاكا. كاكا. دييجو فورلان. الدون يا عم الناس. العب هناك يا دون. اقطع يا باشا. كانافارو طبعا دفاع صلب يا جدعان. محرز. رياض. فورلان. لكن يا جدعان الماتش مش عارف انا، ما خلطبيطه بالصلصه. ماتش تعبان، ماتش خربان. الكرة ماشيه وخلاص مع الخصم. عرضيات. طبعا كنا نتمنى يا جدعان في التحديث ده ان هم يشيلوا العرضيات. ده بالعكس انا حاسس ان هم زودوها يا جدعان ده. فربنا يكون في عون الناس اللي بتلعب والله يا جدعان. يعني احنا بنعاني. يعني انت تلعب وعايز تلعب تيكي تاكا ومتعه وبتاع، تلاقي واحد يلعب لك عرضيات، تبقى ضغط على الماتش كله ومضيع كور في العارضة، والحارس بتاعه يبقى شايله طول الماتش. يجي هو واخد لك كرة عرضية جوان ويكسبك بكرة من كورنر. الكورنرات طبعا هي خفت الكورنرات يا جدعان. ولكن مش عارف انا ايه اللي بيحصل. ربنا يستر بقى ونشوف اللعبة هتعمل معاناة. طبعا نهاية المباراة يا جدعان كسبنا 1-0. هو ماتش انا عارف انه ما فيهوش متعة قوي. يعني احنا لو كنا مسيطرين وماسكين الكرة، وطبعا الخصم ما كانش بيعمل حاجة غير انه بيلعب عرضيات. ولكن ماشي يا صاحبي، لو انت مفكر ان الفيديو كده انتهى، احب اقول لك يا صاحبي ايوه بالظبط كده. طبعا يا جدعان هنخش طبعا على الحدث الجديد بتاعنا اللي هو اهلا بيك في اف سي. طبعا شويه ماتشات كده نلعبهم يا جدعان. المهمات دي هنلعبها بتديك نقط، واحنا طبعا كنا شارحين في فيديوهات سابقه النقط دي بتعمل بيها ايه. طبعا هنا يا جدعان جرب طبعا تتفتح الماتشات التانيه. هنا طبعا هنمشي في المسار يا جدعان بتاع كييزا. خلصنا واحد وجربنا نخلص التاني، فيلا بينا نودي ده على طول. الواحده ب 150 طبعا. طبعا احنا كنا شارحين ان انت لما عايز تجيب كييزا تقفل مصاريا. احنا قفلنا واحد فاضل التاني. هنا يا صاحبي فاضل لنا 102، يعني عايزين نقطتين يبقى 50 وعايزين 100. تمام يا جدعان. طبعا هنا معانا 400. تعالى بينا نمشي بيهم كده. الاعلانات دي طبعا يا جدعان هنعملها، والمهمات دي هنعملها مع بعض طبعا بقوا في الكواليس طبعا. تعالى نفتح الباكه دي يا جدعان مع بعض، نمشي في المسار ده كده. نفتح اللي بعديها على طول الكوره، ناخد الكوره دي يا جدعان. طبعا الله اكبر يا جدعان، 150 نقطه طبعا. كده قفلنا المسار التاني، وكده نقدر نقول اهلا بيك يا كيز. كده طبعا هنقفل المسارين وهنجيبه. فتعال نشوف كده المسار. يلا نفتح الباكه دي مع بعض يا جدعان، ان شاء الله يكون حظنا كويس. 150 نقطه. بسم الله. يعني تخيل كده، دي بروين، رودري، الواد ماتيوس، شويه لعاب عسل يا جدعان. يلا بينا نفتح على طول. بسم الله يا رب. مين وكوت جامد يا جدعان. بلجيكا. ما تقولوش دي بروين بقى. لا ده ايه ده يا جدعان؟ يا نهار ابيض يا جدعان. نفس صدمة ميسي بتاعت الارجنتين يا جدعان. يعني المرة اللي فاتت جاب لي الارجنتين انا كنت هموت فيها ويبقى ميسي.
ما فيش ميسي المرة دي بلجيكا. انا قلت خلاص دي بروين جايب له واحد على الطلاق، ما اهل ما يعرفوش ان هو بيلعب كورة اصلا. تعالى كده نبص على كيزا يا جدعان، 5-4 مهارة، ايقاع 93، يعني طاقات جامدة جدا لفيدريكو كيزا. فتعالى نستلم على طول يا باشا. اهلا بيك يا عم كيزا، بسم الله. طبعا كيزا الوك اوت يا جدعان، جبار. ايطاليا ار دبليو يوفي، طبعا عارفين كيزا يا جدعان، فيدريكو كيزا ار دبليو 88، لعب جامد يا جدعان. فا يا جدعان ده تعالى نبص كده على طاقاته. طبعا عارفين كيزا جامد يا جدعان، طبعا انصح اي حد جاله كيزا يلعب بيه على طول. فطبعا قفلنا المسارات هنا يا جدعان، قفلنا اتنين، فاضلين اتنين، يعني لو عرفنا نقفلها ما نقفلهم. فبس كده يا جدعان، يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا. طورنا التشكيلة جربناها. فتعال شوية الباكات. طبعا هنا يا جدعان في الجوار معانا 1500 طبعا والله. يلا نفتح كده الباكة مع بعض يكون ختامها مسك كده يا جدعان. طبعا ما فيش اي حاجة، ده حاجة معروفة. فاتمنى يا جدعان تكونوا استمتعتوا معنا في الفيديو. لو عجبك الفيديو يا صاحبي اشترك في القناة وفعل الجرس، واستنى مننا كل جديد يا جدعان. احنا بنستمر بدعمكم. محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات يا صاحبي، اشرح لك اي حاجه مش فاهمها. عايز تعرف اي حاجه، تقييم لعيب، عايز تجيب لعيب عايز نقيمه لك، تقييم تشكيلات يا صاحبي، اي حاجه عايزين اكتبوها لي في الكومنتات يا جدعان. ومش هتاخر عليكم، استنونا في فيديوهات تانية كتير. سلام يا صاحبي.